بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما أقول أي حاجة يا حبايب قلبي، صلى على النبي وزيدوا النبي صلاة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وقبل ما أقول هنعمل إيه مع بعض النهاردة يا حبايب قلبي، اهدوني من إيديكم الحلوة دي بأحلى لايك بأحلى اشتراك. تسلم لي إيديكم يا رب العالمين. يومكم كله هادي ونادي ومليان علينا وعليكم بالسعادة من عند رب العالمين. قولوا أمين. احنا النهاردة يا حبايب قلبي هنعمل الكفتة بتاعتنا بطريقة سهلة، بطريقة بسيطة، بطريقة جديدة. نجدد من مطبخنا، نجدد من وصفاتنا، نجدد من اكلاتنا، زي ما الست بسيطة على طول بتقول خليكي مبدعة في مطبخك يا حبيبة قلبي. انا عندي كفتة اللي هي كفتة الرز، ايه صبعتها حمرتها زي ما انتم ما شايفين. ايه بقى هعمل بيها يا ستي بسيطة الكفتة؟ بطاطس. انا جبت البطاطس قطعتها مكعبات وحمرتها زي ما انتم ما شايفين كده يا حبايب قلبي. جبت فلفل بارد على فلفل حامي، قطعته برضو حتت وقمت محمراه. جبت بصل قطعته حتت صغيرة، عصير طماطم، دقة توم، ملح. يلا بينا نشوف هنعمل احلى كفتة بطريقة جديدة وسهلة وبسيطة ازاي. انا جبت الزيت يا حبايب قلبي اللي انا حمرت فيه الكفتة، خدت منه شوية ونزلت بالبصلة بتاعتنا تتشوح وتدبل، واقوم نازلة بعدها بدقة التوم بتاعتنا. وادي يا حبايب قلبي البصل بتاعنا دبل، نزلت بالتومة بتاعتنا وبعد كده انزل بالطماطم وبعدها بالملح. اسيب بقى يا حبايب قلب الطماطم بتاعتنا دي تغلي غلوة، ونشوف بعدها هنعمل احلى كفته ازاي. بعد ما خدت غلوه يا حبيبه قلب الطماطم، انزل بقى بحتت الفلفل اللي انا محمراها واقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدها اقوم نازله بمكعبات البطاطس اللي انا محمراها واقلب برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد يا حبايب قلبي ما نزلت بالفلفل والبطاطس في القطه بتاعتنا وسبتهم دقيقتين ياخدوا ويدوا مع بعض، هنزل بالكفته وبرضو اسيبها دقيقتين. بسم الله. وبعد ما سبت كل خليطنا ده خد ود مع بعض، والكفته برضو خدت ودت مع خليطنا دقيقتين يا حبايب قلبي، يلا بقى نغرفها. وادي يا حبايب قلبي الكفته بتاعتنا بشكلها الجديد. اتحداكي لو حد عملها لك او شفتيها قبل كده بالطريقه الحلوه السهله البسيطه الا في مطبخ الست بسيطه البسيطه يا حبيبه قلبي. يلا دي اول وصفة او اول طريقة عندنا للكفتة. عندنا تاني وصفة او تاني طريقة برضو للكفتة عندنا، يلا نشوف ايه هي. تاني وصفة يا حبيبة قلبي او طريقة للكفتة حبيبة قلبي، خصوصا لو عندك اطفال صغيرين وعايزة تفرحيهم بقى باكلة كده هو حلوة كده هو ياكلوها بألف صحة وهنا على قلوبهم، او لو حتى كبار كلنا بنحب التجديد في الاكل. عندي بقى ايه يا حبيبة قلبي؟ عندي كفتة انا محمراها، عندي مكرونه اسباجيتي انا سلقاها، او لو اي نوع عندك مكرونه حبيبه قلبي. عندي ملح، عندي صلصه طماطم ضربها في الخلاط، عندي دقه توم مع قرن فلفل حبيبه قلبي. يلا نشوف هنعمل احلى وصفه او طريقه ازاي من الكفته. انا حبيبه قلبي خدت شويه زيت من الزيت اللي انا حمرت فيه الكفته بتاعتنا، ونزلت بدقه التوم مع الفلفل تتشوح كده هو ريحتها تطلع كده، واقوم نازله بعصير الطماطم بتاعنا. بسم الله. هنزل بقى يا حبيبه قلبي دلوقتي بالملح واسيب الطماطم الحلوه الجميله دي تتسبك. بسم الله. ادي يا حبايب قلبي انا الطماطم بتاعتي مش هسبكها لدرجه انها تبقى ناشفه قوي، لا هخليها فيها ايه زي صوص شويه كده اهو اهي. وانزل بالكفته الاول. بسم الله اهو يا حبيبه قلبي. بعد ما قلبت الكفته وخليتها قيمه دقيقتين، انزل بقى بالمكرونه بتاعتنا واقوم مقلباها. ادي اهو يا حبيبه قلبي المكرونه بقلبها في الصلصه بتاعتها والكفته. بسم الله ما شاء الله. ويلا بينا نغرف احلى واطعم طبق كفته بالمكرونه والصلصه. ادي يا حبايب قلبي
احلى طبقين، وصفتين، طريقتين، زي ما تقولوا قولوا من الكفتة. غيرنا في طريقة وطبخ الكفتة بتاعتنا. عندنا اطفال، عندنا كبار، هيفرحوا هيتبسطوا بطريقة الكفتة الجديدة الجميلة دي يا حبيبة قلبي. وزي ما على طول الست بسيطة بتقول، طول ما انت واقفة يا حبيبة قلبي في مطبخك ابدعي، اخترعي، ما تقوليش ده مش هينفع وده مش هينفع، لا، كل اللي هيطلع منك يا حبيبة قلبي برضا وبحب ببركة ربنا هينفع ان شاء الله. احلى وصفتين، احلى طريقتين للكفتة حبيبة قلبي، قومي اعمليهم، ما تطنشيش، ما تكسليش يا حبيبة قلبي. الف صحة وهنا عليكم وعلى قلوبكم جميعا. ما تنسوش الست بسيطة باللايك، بالاشتراك، بتفعيل زر الجرس يا حبايب قلبي. يومكم كله هادي ونادي ومليان علينا وعليكم بالسعادة وبالرضا من عند رب العالمين. قولوا امين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.